في هذه الأثناء أستضيف في بلاطو عين على شباب السيدة جندر نبيلة، وهي مندوبة محلية لشباب بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء. صباحك سعيد. شكرا سيدة، مرحبا بكم، مرحبا بنا عندكم. أولا أقدم تحياتي الخالصة لكل المسلمين في هذه المناسبة، وأخص الجزائريين يعني في هذا الشهر الكريم. إن شاء الله يصوموا بالصحة والهنا. إذا السيدة نبيلة جندر، راكي حاضرة معنا اليوم للحديث أكثر عن ربما البرنامج المستطع لهذا الشهر، ولكن قبل ما نحكيو على البرنامج نحكيو على الدور المهم اللي يلعبوا هذا الإطار اللي هو المندوب المحلي للشباب. اولا هو كان المسار تاعنا، يعني بدايتنا كانت كمربيين مختصين. خرجنا من المعهد، كنا العمل ديالنا كان في دور الشباب، خدمنا مع الشباب الانشطه وتابعت الشباب في هذوك في دور الشباب والمراكز الثقافيه. بعد ذلك انتقلنا الى كانت الحاجه كانت اننا يكون عندنا همزه وصل بين الجماعات المحليه او البلديات والمديريه. كاين عندنا انشطه نخدمهم خارج دور الشباب، يعني نروحوا للساحات، نروحوا للاماكن العامه، يعني وين يكونوا متواجدين فيهم الشباب اكثر. اكزاكتومون. احنا ما نقعدوش نستناو في دور الشباب انه الطفل يجي عندنا ولا الشاب يجي عندنا. احنا عاده نخرجوا ثاني من نشاط لمبرمج نخرجوا للساحات العموميه. فهنايا كانت الحاجه اننا نديروا انكار ولا اطار يكون هو همزه وصل بين الاطار قلت لك الجماعات المحليه ودور الشباب فيما يخص لي زوتوريزاسيون التسريحات، فيما يخص منع باش ما نقعدوش نخدموا غير مع الشباب اللي عندنا داخل دور الشباب، نتصلوا بالبلديات نخرجوهم نفهموا واش كاين، يعني نزيدوا نجبدوا هذوك الشباب عندنا دور الشباب برامجنا داخل دور الشباب. بعد ذلك بعد ما كنا احنا غير في دور الشباب خرجنا كاطارات لبرا دور الشباب، عندنا نخدموا مع البلديات والمسؤولين تاع البلديات. غير عندنا سنتين هذا جاء قرار الولايه عن السيد وزير ولايه الجزائر انه يدير اللي كان يخدم الاطار اللي كان يخدم مع البلديات لازم له واحد يكون هو همزه وصل بين المقاطعه الاداريه ومديريه الشباب والرياضه. يعني الاطار تاعنا اللي كان يعمل غير على المستوى المحلي دوك قال لك لا نزيدوا ثاني باش نقدروا باش تكون المعلومه تسير في كاع المقاطعه. داروا لنا هذا العمل الجديد هذا اللي منه انايا كنت بين زميلاتي وزملائي اللي تنصبنا على مستوى المقاطعات الاداريه. احنا في الجزائر عندنا 13 مقاطعه اداريه، عندها احنا رانا 13 من اطار راهو يخدم داخل المقاطعه. العمل ديالنا احنا عندنا ثلاث فولي، عندنا ثلاث جهات نخدموا فيها اللي هي اولا الشباب بس كي كونسيرن الشباب، عندنا الرياضه وعندنا الاستثمار، عندنا مشاريع المديريه دايرتها مشاريع في الرياضه، منشات رياضيه، ومشاريع في المنشات الشبانيه. الاداره في مستوى المقاطعه تحب يكون عندها دائما المعلومه، خاطر انا في عصر يعني المعلومه يعني هذاك اللي يكون يكتسب المعلومه هو اللي يقدر يلحق. اذا كان حطينا حنايا دونك احنا رانا دائما عين الوالي سيد الوالي على واش راهو صاري في المقاطعه تاعو فيما يخص قطاع الشباب والرياضه. نخرجوا مع السيد الوالي نعطوا المعلومات، يجيه مثلا كاين مؤسسه ولا واش صاري فيها حنا نوصلوا للشيء يعني ربما همزه وصل او واسطه بين الحركه الجمعويه او مديريه الشباب والرياضه وولايه الجزائر. يعني هذه هي الاكسبليكاسيون غير راكي قلتيها يعني في كلمتين اننا حنايا همزه وصل بين المديريه والمقاطعه الاداريه والجماعات المحليه. حتى البرامج يعني السيد الوالي هو عنده عينه على البرنامج تاع مديريه الشباب والرياضه. مثلا برنامج رمضان
احنا يعني المديريه تبعت له النسخه، بصح هو يعني يستدعينا، قال انا وراه البرنامج هذا ماذا بيا تفهموه لي ماذا بيا، دونك هو يكون على علم في كل حاجه راهي تصرى في المقاطعه ديالو. ما يجوش مثلا يسيب واش كاين منايا واش غادي يديروا لا، نو احنا خدمتنا اننا نوصلوا له المعلومه ونوصلوا ويعرف مثلا الجمعيات اللي رايحين يخدموا شكون يدير لنا يعني كل حاجه. يتمثل ربما الدور المحوري في الاعلام والتنسيق حتى مثلا يعني باش بولا فلويديتي يعني حسن سيروره المعلومه هذه لو طون يحط مثلا ان دوكيومون ولا مراسله تحبط الادارات في المقاطعات الاداريه. عندنا احنا البريد في الولايه يحبطوه باش يعاود يترفد يروح حتى المديريه. احنا نسرعوا في ايصال المعلومه سواء من السيد الوالي الى سيد مدير الشباب والرياضه ولا العكس من السيد المدير الى الوالي. فوالا عندنا ثاني مرات نخدموا عمليات كبيره، مثلا عمليه تاع النظافه في 3 ايديسيون ديالها في الطبعه في 3. عندنا الجمعيات المتعامله ودور الشباب، هادو نحنا نسخروهم له السيد الوالي يخدم بهم. شغل عمليه تاع والي ولايه الجزائر والمديريه تمد له فولي هذا مندوب المقاطعه يخدم مع السيد الوالي، ونخرجوا حنا في التيغان شغل يبان القطاع تاعنا من خلال برامج اللي تستطيع المدير. واكيد هذا التنسيق دائما يكون في صالح المصلحه العامه، وبين قوسين في صالح الشباب. احنا دائما يعني الغول ولا الدور تاعنا الاساسي هو متابعه هذا الشباب. بزاف يعني العولمه هذه حلت بزاف بيبان، والشاب ما ولاش يسو كونتونط با دو نيمبورط كوا. ما تقدريش تشبعيه هكذا برك، لازم تتبعيه، لازم جديد، لازم حاجات اللي جديد يفو اريفي عيان من حاجات قدام والانشطه هذه تاع كلشي جديد. ماذا به يلافونس مع العالم. فوالا كي تشوفي وسائل التواصل هذو يعطوا كل يوم حاجه جديده، كل يوم. يبقى الشاب احنا الحمد لله يعني دور الشباب عندنا في كاع البلديات. عندنا كاين بعض البلديات سيبي عندهم 2-3 دور شباب. دونك ربما من هنا نقدروا نفتحوا قوس واحد اخر اللي هو دور هذه المؤسسات الشبابيه عبر مختلف المقاطعات. كما قلتي انه كل بلديه في بلديه العاصمه هي فيها 2-3 اذا ما فيهاش اكثر من مؤسسه شبابيه. فمن هنا نفتحوا قوس على انه كيفيه الاستقطاب ولا دور استقطاب هذه المواهب واحتضانها داخل المؤسسات الشبابيه. تخي بيان. شوفي انا كمندوب محلي للمقاطعه الاداريه لدار البيضاء عندي 7 بلديات في المقاطعه. في 7 بلديات عندنا 12 دور شباب ما شاء الله، يعني تنوع كبير. 12 دور شباب، 2 مراكز ثقافيه على مستوى المرسى وعلى مستوى الرج البحري، ودور الشباب في الرياض. يعني حقيقه دار الشباب درك ولات جو شوا، جو ما تقدريش تامبوزي ان نشاط فاحنا نديرو غير هكذا. نو سي ديفوني انا كارت. كاين حاجات اللي الشاب كيجي عندنا مكاتب التوجيه في كاع دور الشباب، عندنا مكاتب التوجيه، البال مفتوح، ما كاش واحد اللي راح يرد اجر. كاين بعض الشباب يكون لي ان بو تيميد جو شويه يحشم ولا يشوف البيت ويروح. احنا ماكسيموم حتى الحارس يرحب به، واش حبيت وليدي هذا كاين داخل روح تشوف واش كاين. هذاك مكتب التوجيه هو مفتاح تاع الشباب. انا يعني على حسب رايي هو مفتاح، هو يخلي الشاب يولي ولا هو اللي يخلي الشاب يروح. اكيد هو المفتاح المفصلي، ربما هو اللي يستقطب معك. ديجا بو دير في المكاتب انا حضرت شحال من مكتب ندخل ليهم كيما بعض دور الشباب ديجا عندهم البسمه. انا يخلوه يهضر، انا يسمعوه، يسمعوا عليكم إصغاء غيرمون في مكتب الإصغاء. انا كنت حاب بصح واقيلا نتوما ما عندكمش مرات الشاب حتى يخليك ما يكملش الهضره باش يروح اللي فوني بماذا به يروح. انت واش ما عندناش واش قلتي لنا نو بصح سمعت بلي نتوما واقيلا ما ديروش الموسيقى. انا لا ما كاش موسيقى باسكو ما عندناش فوج، وكان نتايا عندك زملاء بزوج ولا 3 نفتحوا لك انت تحب الموسيقى حنا نوفروا لك. الشباب في بعض الاحيان هما اللي يروحوا يقترحوا نشاطات، قال حنا حبينا كذا كذا كذا، واكيد المؤسسه الشبابيه هذه
خدمه الشاب، وحنا يفتح لك الابواب. وحنا المؤسسه الشبانيه في خدمه الشاب. الرواح انت حل هذا الشباب امبوز تا فولونتي. حبيت حاجه، ما حبيت ندير راس فوتوغرافي ولا مي جو بونس با نو كاين. شو قال لك ما كاينش كاين؟ ادخل اقعد تجيب جماعتك. احنا المهم عندنا نقاط نمشوا لهم. عندنا الانخراط، بطاقه الانخراط، وعندنا باش ناسيوريكم لازمنا التامين. اكيد هي تسجيلات سهله وبسيطه، كلش في النهار يكمل كلش اموره ويدخلوا ينخرطوا على اكزاكتومون عادي. وعندنا لي زيدوكاتور مربيين راهم على اوتو. عندنا جمعيه متعامله في دور الشباب في دور الشباب. عندنا جمعيه نشاطات الشباب اللي هي تمشي يعني الفونكسيونمون تاع الشباب. المهم حنا نحبوا ماذا بينا النزوح، يعني باش واحد يروح يشوف غير جهه اخرى. حنا اون في لو ماكسيموم. دور الشباب راهم واقفين على قدم وساق باش يعاودوا يرجعوا هيبه دار الشباب وراحه الشاب داخل دار الشباب. هذا المرفق هذا ما راهوش نديو لواحد اخر، نديو ليكم للشباب. هنا اللي تسيب راحتك، اي حاجه تحب ديرها، اي نشاط، اقترح. انا اللي حاب كاين واحد الرابطه يعني بين قوسين دايره مشروع لي جو دوطخ فوا، العاب الزمن القديم ولا ما كي شافوا هذا البرنامج هذا قالوا لي جو دوطخ فوا. بصح صدقيني غير يعني جاوه ناس ما كاش ما عادش يلحق. اللعب تاع الدم باغ اكزومبل جو دو دم تاع الدراري الصغار تجيب العاب ايام زمان كثير، خاصه في مهرجان الجزائر للرياضات. فوالا خلاتنا كيفاش يعني الناس سيتي اورو. تحسي بلي لونفون ولا الشاب يعني بلوتو الشاب يلعب بالراحه، يحب يعني. حنا كمديريه برامج ديالنا برامج مدروسه. حتى في رمضان مثلا خلاص دوك عندنا حاجات اللي رانا نديروهم وكي نسيبهم بلي مشاو مثلا مهرجان الرياضات في الجزائر. هاد العام كاينه طبعه ثانيه. وعلاش كاينه طبعه ثانيه؟ وكان ما نجحش، وكان ما كانش عندنا ما عندوش هنيكو كبير، ما نعاودش ندير نفس الغلطه. حتى اني مثلا نسقم هذه ولا الحقنا وين بعض البلديات داروا دي غاطو لسيد الوالد. الولاد قال لك علاش ما ديروناش كامل؟ علاه دخلونا لازم نص ديبلاسيتو. يبان العام اللي فات كانوا خمس مواقع، هذا العام 15 موقع. هذا اكبر دليل على نجاح مهرجان الجزائر للرياضات. نجح بطريقه يعني الله يبارك ما شاء الله. تو الموند جوي، ناس كاع لعبت، ناس كاع بارتيسيبات بارتو. مي هذا العام 15 موقع يعني فريمون المديريه راهي هي تروح لهم. ويعني باش نثمنوا تاع الجولات السيد الوالي وزير ولايه الجزائر هو داير ثقه كبيره في المديريه، والبرامج ديالها دائما في دعم البرامج ديالنا كاع مدعمه السيد وزير ولايه الجزائر. الولاة المتنبل يعني يديروا تسهيلات كبيره ثاني، تسهيلات كبيره في لا رياليزاسيون في البرامج ديالنا نمشوا فيها الحمد لله. يعني سا سباس تري بيان الحمد لله. بالحديث عن البرامج، ونحن في هذا الشهر الفضيل اكيد مديريه الشباب والرياضه والترفيه الجزائر محضره برنامج طويل عريض حول هذا الشهر. لو نتحدث فقط قليلا عن هذا البرنامج اللي هو مستطر. ولا كما قلت لك ساعه شويه هنا احنا برامج يكونوا داروا طبعا ولا طبعا ثانيه كي نشوفوا بلي يعني عندهم اقبال كبير وهذا بور بيربيتوي نخلوها تكون دائما. يعني في رمضان انا على بالنا بديت شبابيطه يدير هذا تزيد توسع، تزيد اليسي دو بيرفكسيوني لو بروغرام. الحاجات ناقصين ولا حاجه تزيد نسلموهم. وهذا العام برامج يعني طبعات جديده. عندنا طبعا حاجه يعني برنامج زادوه لنا اللي جديد. المهم اللي كيما العام اللي فات برنامج المهرجان تاع الانشوده الدينيه طبعا ثانيه، مهرجان اغنيه الشعبي مانتوني، مهرجان اغنيه الاندلس، و برنامج شباب الموهوب. هذاك لا فينال ديالو مثلا يعني النهائي ما يكونش في رمضان. هذاك راح يكون حتى للصيف ان شاء الله. يعني نبدا طول السنه. فوالا طول السنه الى فينال تاعو ان شاء الله تكون في اخر السنه، بصح في الصيف مي يبدا معنا كمشروع رمضان.
الجديد هذه السنه باش ما نخلوش يعني احنا ما عندناش كاع رياضه في دور الشباب هنا. اقتراح من المديريه اننا نديروا دوره في كره القدم. دوره في كره القدم لا بارتيكولاريتي ولا الخاصيه تاع هذه الدوره، خاطر كي نقولوا كره قدم احنا راح نروحوا من جهه الرياضه، دونك برنامج تاع الرياضه لا هذا البرنامج هذا عنده خاصيه انه الفريق راح يكون من منخرطي دور الشباب. يعني راح تكون دوره ما بين المؤسسات الشباب. فوالا راح تكون دوره بين مؤسسات الشباب. راح يكون تصفيات ان شاء الله يبداو من 1 مارس ل 12 مارس. في كل مقاطعه نخرجوا فريق واحد فائز. احنا مثلا في مقاطعه دار البيضاء عندنا 7 فرق رايحين يلعبوا 2 تقعد فريق يعني ما كاش. فكرنا اننا هذا الفريق الرابع راح يلعب مع الفريق اللي سجل ضده اقل اهداف. نكملوا نخرجوا فريق. ابخي يكونوا عندنا 3 مقاطعات معناتها لازم لنا واحد. احنا يعني عاملين معنا ونخدموا مع بزاف الكشافه الاسلاميه. اعطانهم السيد المدير عطاهم الدور الشرفي انهم يدخلوا بدون تصفيات، يدخلوا في لا 14 ايكيب الفريق 14 واش باش نكملوا العدد تاع باش نقدروا نخدموا، خاطر امبير نطيحوا في الاشكال تاع الامبير. دونك يدخل فريق من الكشافه الاسلاميه يدخل كفريق شرفي ويبدا معنا. إذن سيدة نبيلة جندر بصفتك مندوب محلي للشباب في المقاطعة الإدارية بدار البيضاء، ربما شنو هي الرسالة اللي توجهيها للشاب ولا الشابة اللي راهم يشاهدوا فيك اليوم عبر هذا المنبر حصة عين على الشباب في البلاد؟ المهم نشكرك أنسة، ويعني الحصة هذه حصة راهي غنية عن التعريف وعلى في دو شومان، وأنا ديباسي كاع يعني مشات والحمد لله يعطيكم الصحة والفريق كامل يعطيكم الصحة. أنا جو سوي ماما، أنا أم وعندي ولاد جدي غارسون بليس عندي ولاد. والله يعني جهود الدولة والأموال اللي راهي حاطتها في استقطاب هاد الشباب. لو كان من منتفس يكون عندهم يسيبوا فيها راحتهم. انا نقول لهم اللي دور الشباب مفتوحه، ابوابها مفتوحه، اقتراحاتكم راح يسمعوها، الامكانيات راهم كاينين، يعني الامكانيات الماديه كاينه، الامكانيات البشريه كاينه، الاطارات تاعنا راهم تحت خدمه هاد الشباب. مرحبا بهم في دور الشباب تاعنا. يعني حتى اذا كان حتى لا بريزون شارج يعني بسيكولوجيك، حتى من جهه توسكي يعني متابعه نفسانيه ولا يصيبوا ثاني في دور الشباب، مرحبا بهم. وان شاء الله ربي يفرح كاع هاد الشباب ديالنا، وهما سي لا غوليف ان شاء الله. نروحوا هما اللي يقعدوا ان شاء الله يصفوا هما ثاني قد المسؤوليه وقد هاد الجزائر هذه اللي جابوها رجال وماتوا عليها رجال، والثروات بدلنا رجال. ان شاء الله هما المشعل ان شاء الله يبقوا ان شاء الله يمشوا به ان شاء الله. يا ربي نقول للشباب رانا دائما في خدمتكم. ابواب المديريه مفتوحه، ابواب الجمعيات الرابطات والمؤسسات الشبابيه كامله راهي مفتوحه لكم. كانت ضيفتي في هذه الحلقه سيده نبيله جندر. تشرفت بك سيدتي، نتلاقاو في اعداد اخرى وحلقات اخرى ان شاء الله. انتم مشاهدينا الكرام كنتوا تعرفتوا اليوم على اهم النقاط ولا اهم الادوار اللي تقوم بها ممثله او مندوب محلي للشباب في المقاطعات الاداريه ككل، وكذلك تعرفنا على أهمية دور الشباب في استقطاب الشباب ودعم مواهبهم، كما تعرفنا كذلك ولا شفنا ريزومي على كامل النشاطات اللي راح تكون في هذا الشهر الفضيل. إذا مشاهدينا الكرام ما بقى لي غير نقول لكم استنونا في حلقة أخرى إن شاء الله مع ضيف متميز آخر. إلى ذلك الحين عين على الشباب هي عينكم الصاهرة دائما التي لا تنام. تهلاو في روحتكم، صحة صحتكم وسلام.